الوجدان أن ديني وأخلاقي وقيمي تمنعني عن أن أكتسب نصر منقوص. عايز أفوز لابد أن الفوز يبقى كامل وأصوله. لما بنظر طبعا هم جابون هو جوزوه يابانية، لما ننظر إلى الكابتن محمد وإلى حال كثير منا اليوم، وأبدأ في صنع مقارنة، طبعا كثير منا بما فيهم أنا في الحقيقة، ونبدأ في صنع مقارنة. ما الذي خسره محمد وما الذي كسبه؟ الراجل ده كسب ايه وكسب ايه؟ هو الراجل في الحقيقة خسر ميدالية الذهب، لكن كسب احترامه الذاتي، كسب احترامه لمثله وقيمه العليا، كسب سلامه النفسي. في الحقيقة ان الانسان مننا اوقات لكي يجني ربح ما في الحياة يدفع ثمن من القيم والمبادئ والاخلاق والضمير. حاجة مبادئ عادي، دفع وسمع كل مصالح عن مصالح. هو في الحقيقة بيفتكر ان هو كسبان، لكن الحقيقة القاسية المؤلمة الشديدة ان هو دفع ثمن عظيم جدا، ربما يعرفه لاحقا وربما ما يوقفش قدام نفسه ولا يحاسبها فما يعرفوش، لكن هيعرفه لاحقا بعد كده. على كل انسان مننا في الحقيقة وهو يمضي في الحياة ان يتفكر جيدا في الثمن الحقيقي اللي يدفعه للاشياء. عايز انجح واتميز وابقى نجم في مجالي، بس ممكن ادفع قدام الهدف العالي ده ان احلى سنين عمري بتضيع مني. ممكن ادفع قدام ان انا عايز ابقى حاجة كبيرة جدا في مجال شغلي، ان ولادي يتربوا بعيد عني، ان ما اسمعش اول بابا، ان ما اشوفش اول خطوة ابني بيمشيها، اني اسافر واقعد 5 6 7 10 سنين بره ويفرقوني ناس بحبهم، ابويا امي خالي عمي، من غير ما القي عليهم كلمة الوداع. في الحقيقة الانسان الذكي والواعي هو اللي يقيم كل شيء بقيمته الحقيقية. احنا بنسعى وبنشقى والحياة تعب وكده، الانسان مش هيقدر ان هو يحصل على كل حاجة، ده طبيعي، مش انسان مننا بياخد كل حاجة، لابد انك تضحي بحاجة عشان حاجة. ولكن قبل ان تضحي بده لكي تجني ده يجب ان تدرس الامر في ذهنك ابتداء. هل يستحق الشيء اللي انت بتضحي بيه ما دفعته فعليا ثمن ليه؟ هذا هو السؤال الاهم. محمد علي كلاي علشان يقول ان هو بطل العالم، كان ساعتها فرايزر هو رقم 1 ومحمد علي بنفسه في هذا الامر، اقاموا 3 مباريات دامية في السبعينات. كان من اثرها ومن اخطر اثرها على الرجل ان هو اصبح النهاردة في شلل الرعاش. بل يكتبون التاريخ، تاريخ هذه الواقعة، بيقولوا لقد تحولت الحلبة الى قطعة من الانتقام، كل واحد عايز ينتقم من التاني. ففي الحقيقة يعني لكي لا اطيل، يجب على كل انسان مننا وهو يمضي في الحياة ان هو يسأل نفسه كثيرا عما يدفعه. هل يستحق الشيء اللي انا بجنيه ولا لا؟ هل يستحق ما ادفعه من كرامتي او من كبريائي او من احترامي او من اعتزازي بنفسي؟ هل عندما اغمض عيني الغمضة الاخيرة على سطح الارض هل سأشعر براحة ضمير وبأنني فعلا استطعت ان اختار الخيارات السليمة والصحيحة، انني تخليت في وقت من الاوقات عن اشياء كنت بظن ان هي سيئة ولكن اتضح ان هي ليست ذات قيمة، اتضح ان هي شيء ثمين لم يكن يجب ان اضحي به في الحقيقة في حياتي. دي رسالة والتي موجزة والتي موجزة في الحقيقة انا قلت دايما التي موجزة الانسان مننا يقف كتير وهو بيختار في الحياة. وفي الحقيقة انا يعني بتكلم اكتر فيما يخص القيم والمبادئ، لان احنا يعني حالة الاضطراب اللي بتحيط بينا بتخلينا في اوقات كتير يعني نتجه الى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وبنخسر في اتجاهنا ده كثير من الاشياء التي لا يجب ان احنا نخسرها في الحياة، يجب ان احنا نراجع انفسنا كثير. ما هو ده شرحها الكبسولة اللطشة بتاعتها لما تتاكل في لطشة قلم ادفع الثمن. فكر قبل ان تدفع الثمن لكي تدفع الثمن الحقيقي للشيء، مش ثمن اكثر منه او ازيد.